السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وتريلر رياكشن جديد لفيلم فينوم الجزء الثالث. اسمه تقريبا فينوم ذا لاست دانس. ده تقريبا أول تريلر رياكشن أعمله عندي في التشانل. التريلر لسه نازل النهاردة، أنا ما شفتوش، هشوفه معاكم وبعدين نقول رأينا في الفيلم. كعادة حركات سوني طبعا بيحطوا مشهد في نص التريلر في الأول. You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? What are you? We are. We're Venom! We are. Venom! No. Yeah, we are Venom. We're gonna need to work on that. Delicious! You take me to all the finest places. I need to tie him up. We always knew it was impossible. That we were alone in the universe. And it's our job to make sure that remains a secret. Let's go get him. Oh, shit! We are fugitives. On the run. In the shit. Beyond the tree, my friend. You mean it? No! Any promises, chance? Hello! There has to be a reason they're after us. Eddie, my own, has found us. Jesus Christ! There's an army coming that cannot be beaten. As long as Venom lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. Be honest with me. How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out. لذيذ والله، حلو حلو. يعني واضح إن في عناصر تجديد في الصورة، وفي واضح إن علاقة فينوم بتوم هاردي فيها برضو تجديد. الصراحة الجزء اللي فات ما عجبنيش خالص خالص، يعني الجزء اللي فات كان سيء. بتمنى الجزء ده يبقى كويس. يعني الجزء اللي فات ما كانش فيه حاجة غير البوست كريدت سين. الجزء الأول كان حلو. فبتمنى إن الجزء ده زي ما هم بيقولوا إن الجزء ده هو الأخير. اتأكدنا من التريلر إن الفيلن خلاص بتاع الفيلم ده هو توكسين. يعني واضح من التريلر إن الفيلن هو زي ما كانت الإشاعات بتقول، يعني والرومرز إن هو توكسين. و في مفاجآت. يعني أنا في مشاهد هنرجع دلوقتي مع بعض نمسك كده اللقطات. أنا مش هتفرج تاني وأنا معاكم يعني. بيحطوا مشهد من نص الفيلم في أول التريلر. هنا الدنيا لذيذة قشطة. هنا يعني مشهد هو لذيذ، بس يعني شفناه كتير، علاقة فينوم بتوم هاردي. بيقعدوا اللي هو ايدي بروك، بيقعدوا مع بعض يتكلموا كتير. وخدنا وقت حوالي دقيقة أول ما دخلنا في اللوجوز. طبعا ده فيلم إنتاج سوني مش إنتاج مارفل، هو بالتعاون بس مع مارفل، لأن فينوم شخصية طبعا مارفل. طبعا هنا احنا محتاجين بقى إيه؟ that we are alone in the universe.
هنا مقصود بيها أعتقد إن ليها علاقة بإن الsymbiotes اللي موجودين في الفضاء، ما لهاش علاقة بأي حاجة تانية في الmultiverse وكده، كعادة أفلام سوني هي بتحب تستغل النجاح اللي مارفل عاملاه عشان ترمي لك حاجات كده ما لهاش أي معنى في الأفلام بتاعتها، وفي الآخر بيطلع كلام ما لوش أي معنى. فهي طبعًا هنا مقصود بيها إن الsymbiotes جايين من universe تاني اللي هو الفضاء يعني، بس هم إيه، بدل ما يقولوا فضاء والّا بتاع لازم سوني إيه، تحبّكها شوية، فاهم؟ ف زي ما باقول لكم إحنا محتاجين كمان في الفيلم ده إن إحنا نوضّح أيوه، إحنا هنقف هنا عند المشهد ده. طبعًا بُصّوا بقى هم أخدوا الكلمة اللي أنا لسه باقول لكم عليها وراح جاي حطّوها في المشهد ده، مش طبيعيين والله العظيم. طبعًا إحنا هنا في الفيلم ده إحنا محتاجين نوضّح إزاي venom رجع تاني العالم بتاعه وإيه يعني اللي حصل يعني. طبعًا ده هنعرفه في أول الفيلم، لو سوني ما جابتش سيرة عنه يبقى دي مصيبة. هم محتاجين طبعًا نعرف لمّا جه 616 ورجع. في هنا بقى حاجة غريبة جدًا في المشهد ده، إن ده البار اللي المفروض إن هو في 616، صح والّا أنا غلطان؟ يعني ده البار اللي في عالم توم هولاند. إيه اللي جاب بقى المفروض العسكري ده. طبعًا العسكري ده ليه دور في 616 بس هنا طالع بشخصية تانية خالص، ده اللي هو كان المفروض طالع في دكتور سترينج، الشخصية بتاعته اسمها موردو، موردو إنما هو الممثل أنا مش فاكر اسمه، عادي هو طالع هنا بشخصية تانية يعني مش نفس الدور. بس إيه بقى اللي جاب البار ده اللي في 616؟ يعني دي أكتر لقطة في التريلر أنا محتاج ألاقي لها تفسير، يعني لو حد عنده تفسير يقول لنا في الكومنتات. بعد كده طبعًا هنا في symbiotes اللي جاي من الفضاء عن طريق النيازك، وطبعًا فينوم بيقول لك لاقونا. دي عيلة فينوم بقى زي ما كانت الإشاعات بتقول. فينوم ذا لاست دانس نازل 24 اكتوبر وهينزل في مصر 22 اكتوبر تقريبا. اكتر لقطه عجبتني في التريلر ودي فيها تجديد فعلا ان فينوم بقى على شكل حصان، ومشهد كله حلو بصراحه، مشهد كله عجبني جدا جدا جدا. حتى السي جي اي فيه حلو ومختلف يعني. مع ان المشهد اللقطه اللي فاتت دي تعالى نقف عندها كده، اللقطه اللي فاتت دي فيها سي جي اي واضح قوي. بص يعني اللقطه دي باين قوي فيها تركيب السي جي اي من الجرين سكرين متشاله باينه يعني. فهو في مشكلة كلّها في الCGI بس هو المشهد حلو يعني إخراجيًا وتصويريًا حلو. بس 24 أكتوبر إن شاء الله، وإن شاء الله آآ هنشوف الفيلم وإن شاء الله برضه هنعمل له مراجعة. ولسه بدري، يعني لسه بدري على الفيلم هينزل عنه إشاعات وأخبار كتير. هنشوف بقى هيطلع فيه أندرو جارفيلد، هيطلع فيه سبايدر مان قالوا ممكن يبقى سبايدر مان رابع. لسه بدري على الكلام ده، ده مجرد يعني ممكن هو مكتوب official trailer بس ده أعتقد إن هو teaser trailer. لسه هنشوف كمان trailer تاني ونعمل له trailer reaction. فلسه بدري على الفيلم. فإن شاء الله أنا مستني الفيلم، يا رب يطلع حلو وأحسن من الجزء اللي فات. بس لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب. وسؤال لحضراتكم في الكومنتات، ايه توقعاتك للفيلم ده او توقعاتك لعالم سوني عامة وافلام سوني اللي بتعملها بخصوص سبايدر مان؟ وهل الفيلم ده هينجح ولا هيبقى شبه الفيلم اللي فات؟